الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله تكونوا في صحة وفي فرحة وفي سعادة دائمة، آمين يا رب العالمين. جيتكم اليوم فيديو جديد، حبيت نعطيكم دبارة من دبارات الست أيام من شهر شوال. كما نعرفوا برشا ناس تصوم 6 أيام هذوما للأجر وللثواب. إن شاء الله يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. حبيت نسهل لكم هكا في دبارة وصفات سهلة، وصفات ما تشدش برشا ليد. إن شاء الله يا ربي فيديو اليوم يعجبكم، إن شاء الله تحطوا له برشا جمال. نستنى كومنتاراتكم الحلوه والمزيانه، ونخليكم توا تفرجوا على الفيديو. لهنا باش نمد كعبه قارص باش نفوح فيها الدجاج. قلت خليني نوريكم القارص اللي خبيناه مع بعضنا قبل رمضان. اعطيتكم الفكره واعطيتكم الطريقه وقلت لكم راهو يقعد لكم قداش لاباس عليه. هذايا القارص اللي حضرناه مع بعضنا وخبيناه مع بعضنا توا تقريبا شهرين. لو كان ترجعوا للفيديو تشوفوا التاريخ بالضبط، ولا اقل شويه من شهرين، وشوفوا ما شاء الله مازال كيما هو. تقولش عليك توا الكعبه حطيتها في الفريجيدير. ان شاء الله تكونوا الطريقه تبعتوها واستحفظتوا بالقارص نتاعكم كيما قلت لكم، وحصيلوا وتاكدتوا من النتيجه. توا حضرت الفحات اللي باش نفوح بيهم الدجاج. عندي لهنا مغرفه صغيره مليانه بسباس مرحي، نص مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره كركم، ربع مغرفه صغيره فلفل اكحل، ربع مغرفه صغيره فلفل احمر، ومغرفه صغيره ثوم مرحي. اذا ما عندكمش ربيو سنه ولا 2 مكترش. باش نعصر عليهم نصف قارصه. هذه الخلطه اللي باش نفوح بها شرائح الدجاج. اليوم نويت باش نعمل دجاج بانيه. بعد ما عصرت القارص زدت تقريبا 2 مغارف كبار زيت زيتونة، خلطتهم أو حركتهم مع بعضهم. وتوا نفوح شرائح الدجاج كما شفتوا، معناها نقصوهم هيك شرائح يبداو جويدين باش يطيبوا. وزيد أنا حطيت القارص يساعد برشا الدجاج باش يطيب في ساعة. نفوحهم بالطريقة هذه الكل ونغطيهم توا ونخليهم في الفريجيدير يشربوا كلفحات في عقلهم. الوقت اللي أنا باش نكمل فيه بقية الوصفات. لهنا باش نعمل شوية خبز. حطيت لهنا قرابة 600 جرام سميد أرطب، مغرفة كبيرة مليانة خميرة الخبز، مغرفة صغيرة سكر، حطيت عليهم الماء الدافي، زدت نص مغرفة صغيرة ملح، قرابة 3 مغارف كبار زيت زيتونة. وعندي هذوما لفحات متاع الخبز، سينوج وبسباس وزريعة الكتان. عجينتي نغطيها توا. بطبيعة العجينة نخليوها طرية، ما نخليوهاش يابسة. نغطيها ونخليها تخمر في بلايصة دافية. هذوما كمية الثوم حبيت نوريها لكم قبل مرة بها باش نفوح بها الشوربة متاعي. اليوم باش نعمل شوربة الشعير بلاش زهومة، لا لحم لا حوت لا دجاج. شوربة الشعير متاعنا مفوحة بالثوم والكروية والنعناع. نربيك سنينة الثوم الكل، نحط عليهم مغرفة صغيرة مليانة كروية، مغرفة صغيرة مليانة ملح، مغرفة صغيرة مليانة كركم، مغرفة كبيرة فلفل أحمر، ومغرفة كبيرة طماطم. نصب عليهم توا شوية زيت زيتونة، ونحط معاهم شوربة الشعير. نحركهم مع بعضهم باش نزيدهم شوية ماء باش يتحلوا بالباهي في بعضهم. من الأول هيك نحطوا شوية وبرا نحلوا المكونات، ومن بعد تالي نمرق طنجرتي بالماء ونخليها تغلي وتطيب على نار متوسطة. شوربة اليوم كما شفتوا حبيت نعملها هيك بطريقة صحية من غير تقلية. وتأكدوا راهي تجي شوربة بنينة على الاخرانية. هذه عملتها لكم قبل وبرشا زادة طيبتوها وبرشا عجبتكم وبرشا قلتولي يعطيك الصحة في هالشوربة البنينة. كما شفتوا لهنا هاني كملت توا مرقتها باش نخليها توا تغلي في عقلها على نار متوسطة. لهنا شوربتنا طابت. آخر حاجة باش نزيدها مغرفة كبيرة نعناع شايح، نعمل لها تحريكة ونطفي عليها.
نمشيو توا للوصفة الموالية. اليوم عندي كعبات فول عجبوني الغلاض بالغين على محلاهم. قلت هذوما ما يجيو كان مدمس او كما نقولوا احنا ملح بنين. حطيتهم في الطنجرة، صبيت عليهم شوية ماء، عصرت عليهم عصرة قارص، وباش نخليهم توا يغليو حتى الوين يطيبوا. لهنا الفول متاعنا طاب كما شفتوا، لونه قعد هو اخضر على خاطر عصرنا القارص. كما تعرفوا القارص معناها ما يخليش الحاجه تكحل. خليت فيه شويه من الماء متاعو، مش برشا، قرابات هكاك فنجال صغير. صبيت عليه شويه زيت زيتونه، مغرفه كبيره هريسه عربي، وحطيت معاهم هذوما 4 سنينات ثوم ربيتهم، نص مغرفة صغيرة ملح، خاطر الهريسة متاعي فيها الملح، الهريسة اني عملتها معناها فيها الملح. نخليهم توا يشكشكوا مدة 5 دقايق. واخر حاجة توا باش نزيدها هي مغرفة صغيرة مليانة كمون، نعمل لهم تحريكة ونطفي عليهم، وهذا هو الملح البنين متاعنا حاضر. وحبيت نعمل زادة شوية سلطة مشوية، قرينات فلفل عجبوني، مش حارين برشا ومش الفلفل كما نعرفوه متاع الشتاكل يبدا ماست ما فيه حتى مطعم، لا هذايا راهو بنين بنين على الاخر، اكل تحس فيه شوية وزويزة لكنك مش حار برشا، حتى مطعمه بنين برشا. قلت خليني نعمل شوية سلطة مشوية. حطيت لهنا على الغاز، حطيتك الشبكة هكية وقعدت نشوي في الجرينات بالجرين. الجرين اللي يتشوى نحطه في ساشي ونسكر عليه باش من بعد كيف نقشره يتقشر لي بكل سهولة. كما تعرفوا السلطة المشوية حاسيلو، أنا مرة نحط في ساشي ومرة نحط هكا في طنجرة بغطاها. إذا وصلتوا معايا لهنا، ويا رب يا رب إن شاء الله تكونوا وصلتوا معايا لهنا، نحب نفكركم اللي دخل قناتي أول مرة وعجبوا المحتوى متاعها يشترك فيها ويفعل الجرس باش كل مرة ونهبط فيديو جديد يوصلوا الإشعار. وماذا بيا ندلل عليكم بارتاجيو القناة متاعي وتبارتاجيو الفيديوهات مع أحبابكم وأصحابكم، وإن شاء الله يا رب يفضلكم والله لا ينحيكم عليا. لهنا بعد ما شويت الفلفل حطيت كعبات طماطم وحطيت شطر راس ثوم. بالطبيعة كما تعرفوا بنة سلطة المشوية هو الثوم. خليتك الفلفل والطماطم يبردوا شوية باش من بعد نجم نقشرهم ونرحيهم، ورجعت لهنا لعجينتي نقاها خمرت باش نقسمها ل3 خبيزات. وخبز اليوم باش نطيبه على الطاجين، ما نعرفش يعني علاش خبز الطاجين يعجبني هيك بيجيني بنين ابن من الخبز اللي في الفوق، ما نعرفش علاش هيك، كل واحد وكيفاش حصيله، اماني خبز الطاجين يعجبني اكثر من الخبز اللي في الفوق. نحل العجينه متاعي بالطريقه هذه بشويه زيت، مانيش باش نخليها غليظه، باش نخليها جويده كيكه نص سنتي تقريب. حاجتي بالخبيزات متاع اليوم جويدين كيف الرقاق حصيله. هذا السمك متاع الخبزه متاعنا، نحطها توا في الطاجين، يكون طاجين سخون، النار تكون فوق المتوسطه شويه واقل من القويه شويه. هكا دوب تبدا تطلع الفقاعات من الخبزه، نقبوها ونقلبوها، نقعدوا نقلبوا فيها من شيرتين حتى لوين الطيب. الخبيزه الا الطيب نحطها في منديله ونغطيوها. كملت الخبيزات الكل غطيتهم وجيت لهنا للسلطه المشويه متاعي. قشرت الفلفل شقيته في 2، نحيت الزريعه، وكيف كيف زادت الطماطم قشرتها، قشرت الثوم. ولهنا حبيت نرحي السلطه متاعي اليوم في الرحاه هذه الصغيره اللي مستانسه نرحي فيها الثوم والبصل. اول مره اليوم قلت خليني نرحي فيها السلطه المشويه، حبيتها تكون سلطة ملقشة، تقولش عليا معناها عملتها في المهراس، ما حبيتش نرحيها في الرحاء إلا بالضوء هكيا، قلت هذه خير وبالحق راهي عطات نتيجة على محلاها وكيما حبيت بالضبط. جاتني سلطة مشوية ملقشة تقولش عليا هرستها في المهراس. كملت رحيت فيها الطماطم والثوم،
حطيت نص مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة مليانة كروية. نحركهم مع بعضهم باش نزيد معاهم شوية زيت زيتونة. وكيما قلت لكم جات سلطة بنينة على الاخر. واخر حاجه توا باش نحضرها هو اسكالوب الباني، اسكالوب دجاج بالطبيعه. اخذت لهنا الشابلوغ، هذا زاد الشابلوغ حضرناه مع بعضنا في رمضان، شابلوغ مفوح يعمل 66 كيف، تبارك الله نزلت فيه البركه وكان مازال الطو. حطيت على الجنب نتاع البلاطو شويه شابلوغ، الجنب الاخر حطيت شويه فرينه. اخذت لهنا السحفه حطيت فيها كعبتين عظم، فوحتهم بشويه ملح وشويه فلفل اكحل. حليتهم في بعضهم بالباهي بالباهي كما قاعدين تشوفوا لنا. توا ناخذ الدجاج متاعي كل مفوح شبع باللفاح، حاسيلو يظهر لي قعد 3 ولا 4 سوايع وهو مفوح هكاكا. نحط الدجاج من الاول في الفرينه، نغلفه من جنبات الزوز بالفرينه، ومن بعد نحطه في العظم، ومن بعد نحطه في الشابلوغ. نكمل الشرائح الكل بنفس الطريقه اللي قاعدين تشوفوا فيها. ولهنا خديت المقلة حطيت فيها شوية زيت، خليته حتى الوين سخن. كيما تشوفوا الزيت تكلا مش برشا، معناها كيف نحطوا شريحة الدجاج مش كلا تتغمض كلها، معناها شطرها يبدا اللوطة في الزيت وشطر الفوقاني يبدا عريان. نحطوا الشرائح متاعنا نقليوهم على نار تكون متوسطة، وكيف ياخدوا اللون المذهب نقلبوهم، وكيف يتقلاو من الجهتين بالباهي، ما نخليوهمش هكذا يتحرقوا، ياخذوا كلون مذهب مزيان. نخرجوهم ونكملوا البقيه بنفس الطريقه. وتوا بقى لي كنحط شقان الفطر نتاعنا في صحنات التقديم. لهنا السلطه المشويه حطيتها في الصحن، صبيت عليها شويه زيت، زينتها بكعب عظم مقسومه على 4 وكعبات زيتون. وهذا المدمس متاعنا او الملح بنين كما نقولوا احنا، كما تشوفوا واقف على الزيت، وما نحكي لكمش على البنه راهو بنين بنين على الاخر. حطيته في الطبق هذايا وحطيت في الوسط شطير قارص. هذا هي السكالوب البانيه متاعنا حاضر. زاده ما نحكي لكمش على البنه اللي جات فيه، شويه الشوربه كيف كيف زاده بنينه جات تهبل. الخبز حاسيلو كل شيء جاء يعشق. هذا هو فطورنا لليوم او شقان فطرنا لليوم. ان شاء الله تكون الوصفات متاعي عجبتكم ونالت رضاكم، ان شاء الله تكونوا حطيتوا برشا جماد. نخليكم توا على خير، ان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي، والشاهية طيبة لكم الكل، وان شاء الله ربي يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال.